صباح الخير ويوم سعيد عليكم وعلى كل حضراتكم، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أسعد حال وفي أروق بال، وإلى الله الأقرب منال. بصوا، دايما هتلاقوني ببعد نفسي عن أي شيء ممكن يعمل مشاكل، وببعد نفسي عن أي شيء فيها مشاكل. يعني أي شيء فيه مشاكل أو هيتعمل ليها مشكلة أو هظهر مشكلة، بتلاقيني بعيد خالص عن كل الكلام ده. ليه؟ عشان ما بحبش الكلام دوت. بحبش يكون مذكور اسم وليد ان هو خلق مشكلة، ان هو كبر مشكلة. تمام. بس لما الاقي بس لما الاقي ان الموضوع يخص قضية كلنا بلا استثناء، ان كنت اخ لينا مسيحي او كنت اخ لينا مسلم، كلنا هنلاقينا متفقين على رأي واحد في القضية بتاعت اخواتنا كلنا. تمام. مش هتلاقي واحد فينا بيطلع يقول ده انت مع اخواتنا ويعمل فيه محضر وبلاغ والكلام دوت خالص. مش هتلاقي. ولو لقيت الكلام ده فهتلاقي قلة يعني قلة من الناس هي اللي معارضة ان احنا نتكلم او ان احنا مثلا نتفق مع الموضوع دوت. جالي امبارح رسالة بيتقال فيها كالآتي: أستاذ ماهر حنا الزملكاوي الكبير اللي بيحمل الجنسية الأمريكية، بصراحة الزملكاوية كلهم بيشكروك إنك بلغت عن زيزو إنه أخد تأشيرة غير صحيحة، وجماهير الزمالك دلوقتي بتطالبك إن في لعيبة كتير في النادي الأهلي بيدعموا فلسطين، وأنا معايا سكرين شوت منهم: إمام عاشور وزيزو وقفشة والشناوي وبن شرقي، كلهم دعموا. وده مخالف طبعا لتعليمات الرئيس الامريكي دونالد ترامب ولسياسيات الولايات المتحدة الامريكية، برجاء اتخاذ اللازم من حضرتك تجاه اللاعبين دول قبل بدء كأس العالم للأندية وترحيلهم لمصر. فبرجاء إبلاغ قوات إنقاذ القانون، سواء الهجرة والبوليس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، برجاء التواصل معي لإرسال الصور والفيديوهات. وشكرا، ماهر حنا. تمام؟ تمام. كل دوت عشان مش عاوز تخلي الأهلي يلعب في كأس العالم. ايه المرض ده؟ يعني ايه المرض اللي احنا وصلنا ليه ده؟ ايه ده؟ عادي جدا انك تحبس شخص او تسجن شخص، والشخص دوت ليه اسره، والاسره ديت هتبوظ وهتنخرب. عادي جدا من لاجل ان الاهلي ما يلعبش كاس العالم، من لاجل ان لاعب مضى للاهلي. ايه ده؟ يعني ايه اللي احنا وصلنا له ده اصلا؟ انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم. ده كله عشان زيزو مضى للاهلي والاهلي راح يلعب كاس العالم، فاحنا هنروح عاملين لهم مشكله كبيره ان هم بيدعموا القضيه بتاعت اخواتنا ليه؟ ليه؟ علشان ايه كل ده؟ ليه؟ علشان ايه؟ عشان كوره؟ علشان كوره؟ يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده غلط. يا جماعه انا بخاطب الاهلاويه والزملكاويه الواعيين، بالله عليكم ما توصلوش الامور لكده. يعني احنا ربنا يهدي الناس اللي بالشكل ده، ربنا يهديهم. دول شخص يعني فاقد تعصب.
ده بقى وصل للمرض، وصل للمرض. الشخص دوت اللي باعت البوست ده وصل لقمة المرض. انا مش شايف اي حاجة غير ان انا اذي الناس دي. سلام يا جماعة.